وكل أمرك إلى الله، فأنت معيشتك معه وحياتك بيده ورزقك عنده وصحتك بيده، إن شاء أعطى وإن شاء منع، فأنت منه وإليه وبه تعيش. الدنيا أسباب، والمولى هو المرتب الأسباب كلها سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء الله كتبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عز وجل عليك. فأنت مع الضر مع الله، وأنت بالنفع مع الله، وأنت في السراء مع الله، وأنت في الضراء مع الله، وأنت في... يا صباح النور والسرور والسعادة حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، يا رب كده يجعل يومكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم. بصوا بقى، انا عملت فطار اهو، البطاطس بالبيض بتاعتنا بتاعت كل يوم. ممكن تغيري في الفطار، تاكلي فول، تاكلي جبنة قريش بالسلطة، تسلقي البيض زي ما انت تحبي، يعني الطريقة اللي تعجبك للفطار. اهم حاجة الفطار يكون صحي. بس كده. بصوا بقى، انا هفطر تمام، ما عنديش بقى خضار، ما عنديش حاجة في التلاجة، فهفطر وهنستنى الشمس كده ايه تهدى شوية، وبعدين هروح بقى ايه اسواق الخير، اروح اشتري شوية خضار وكده وطلبات للبيت، وبعد كده ان شاء الله نرجع يعني نكمل يومنا ونشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا النهاردة. خلاص البيض استوى اهو. النهاردة بقى ايه، دلعنا البطاطس بتاعتنا، حطيت لها كمون وشطة وفلفل اسود وملح، خليتها بصوا رايقة كده عشان تدينا طعم حلو، وان شاء الله ربنا يقوينا وما نحسش باي ملل. عايزة اطبقها كده يا عيني. البطاطس خدت لون تحفة جدا والله يا بنات، بيبقى طعمها رهيب. بصوا بقى يا بنات، ده الفطار اهو، البطاطس بالبيض، وعندي فلفل في التلاجة، خدت كده واحدة فلفل وعملت كوباية شاي سادة من غير سكر خالص. تمام. هنفطر بقى زي ما قلت لكم. هنستنى بس الشمس تهدى شويه عشان احنا لسه بدري جدا والشمس دلوقتي قويه، فالشمس بس تهدى وبعد كده بقى هاخدكم معايا وانا رايحه السوق ونجيب طلباتنا كمان.
قلبي احنا وصلنا بالسلامة البيت الحمد لله. تعالوا بقى اوريكم، لسه داخله بصوا حالا يا دوب. بصوا صورت لكم، عايزه اقول لكم ان العبور جميله جدا جدا، كمان بالليل تحفه زي ما وريتكم كده. وشفتوا الجنينه اللي انا وريتها لكم، الناس كلها بتروح تقعد هناك. المكان هناك رائع جدا، تحس ان العبور كلها في المكان ده فعلا فعلا جميله. بيطوروا في كل مدى، بيهتموا بالجنينه هناك، بيعملوا انوار وبيعملوا اشجار يعني اشكال كده بالنور، ويعملوا كراسي وبصوا كشافات وكل حاجه مهتمين بيها. عشان كده الناس كمان بتحب تروح تقعد هناك. المهم بقى تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه من السوق. الاول يعني هوريكم قسم الفاكهه عشان نبعد بقى الايه الفاكهه، عشان في مسحوق وحاجات كده، فنبعد بقى الخضار. المهم جبت الكمثرى. بصوا الكمثرى الخشابي دي يا بنات جميله جدا 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 في الاكل، اللي هو النوع الكمثرى الخشابي. المهم جبتها ديت الكيلو ب50 جنيه تمام. وجبت تفاح كمان بلدي حلو جدا برضو الكيلو ب50 جنيه. مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. وكمان جبت التين، بصوا التين ده بلدي وحلو جدا، بصوا تحفه. جبته برضو الكيلو ب50 جنيه. جبت كيلو، جبت الكمثرى احنا عارفين ان التين السعرات بتاعته عاليه جدا في الدايت، فعادي يعني هاخد واحده كده وخلاص، مش هحرم نفسي برضو وهاكل بس كمثرى وتفاح عشان الدايت كده. كده خلصنا القسم بتاع الفواكه. بنات اوريكم كل الخضار اللي انا جبته، ناقصني كان خضار كتير، كل حاجه يعتبر في الثلاجه، كل حاجه في الثلاجه جبتها. تعالوا اوريكم. جبت الفلفل، جبت فلفل رومي اخضر. بصوا يعني انا مش بعمل بصراحه بالميزان، يعني دول كانوا عاملين 17 جنيه، حسبتهم لي 15 جنيه. بحب اجيب منها ست معينه كده في السوق، بحب اروح اجيب منها كل حاجه. المهم جبت الفلفل، يعني انا بعبي واقول لها يعني اي حاجه بعبيها واقول يعني اوزنه على قد ما يطلع يعني. جبت خيار، كترت خيار، بس الخيار ده بلدي. في خيار في السوق مش حلو خالص مش بلدي، فبصراحه ما جبتش منه، بس جبت الخيار ده بلدي. وكترت شويه عشان الدايت ما ننساش الدايت. كمان جبت كوسه، عملوا 25 جنيه. دول ازيد من كيلو، برضو طلع اكتر من كيلو. المهم جبت دولت، بصوا كانت صبحه بقى ولسه نازله، والخضار عندهم لسه نازل صابح، لان انا نزلت كمان متاخر يا بنات، ما نزلتش بدري. المهم جبت كوسه وجبت بتنجان، دولت برضه عملوا 25 كيلو. عايزه اقول لكم ان انا بشوي البتنجان واحط عليه دقه وبالثوم وكده وفلفل احمر وكده وليمون وخل وكل حاجه والتوابل، وباكله كده بالمعلقه لما اكون عامله دايت. وممكن اقشرها كده واكلها كده فريش كده للدايت، حلوه جدا ومشبعه، والسعرات الحراريه بتاعته مش عاليه تمام. هنا بقى جبت طماطم. بصوا جبت الطماطم الكيلو ب12 جنيه، ب12 ونص، بس انا باخدها ب10 جنيه يعني. المهم جبت شويه كده، دولت جامدين عشان السلطه بالثلاجه برضو كده تمام. وجبت بس شويه هنا عشان المكان، عشان اعرف اوريكم بقيه الحاجه. وجبت جزر، دولت برضو اكتر من كيلو، انا دول تقريبا بتاع كيلو ونص، عملوا 30 جنيه. المهم برضو كترت جزر. الحاجه اللي انا عايزه اكتر منها بجيب منها كتير عشان يعني تقعد عندي بقى شويه في التلاجة بصراحه. بخصوص كمان احنا كده يعني ايه، يعتبر بالنسبه لي اول الاسبوع، فعبال ما اجي افكر بقى اروح السوق تاني هيكون على يوم احنا النهارده الجمعه، هيكون على يوم الجمعه الجايه، او لما الحاج يكون واخد اجازه كده وانا استغل قاعد في البيت وبستغل الموضوع ان هو قاعد ويكون ناقصني حاجات، اقول له يلا نروح السوق على طول. المهم جبت بطاطس، البطاطس هناك عندها التحمير دي ونقطه حمراء دي ب20 جنيه. المهم خدت دول، والله مش فاكره بالظبط عملوا قد ايه، تقريبا 50 جنيه، 2 كيلو ونص تمام. جبت ايه خضار تاني، بصوا جبت هنا شويه طماطم، جبت دولت 5 كيلو طماطم. قلت هعملهم صلصه واحطهم في التلاجة، طبعا بتنفع طبعا احنا عارفين. قلت برضو هصلحهم واحطهم في التلاجة.
جبت هنا وجبت خضره عشان السلطه، وجبت البنجر. انتوا عارفين ان انا بحب البنجر للسلطه، بحبه جدا ومغذي وليه فوائد كتير جدا البنجر. وجبت فلفل الوان. الفلفل الالوان الكيلو ب40 جنيه هناك. دولت برضو عبيت وقلت له زينهم زي ما يطلعوا. جبت 3 اصفر و3 احمر، عملوا 35 جنيه. ايه تاني خضار؟ بصوا جبت هنا الكابوتشيه اللي هي الموف دي، انا بحبها برضو، بحب الالوان الكتير اللي هي في السلطه دي. انتوا عارفين ان انا بهتم شويه بالسلطه. المهم جبت ديت ب20 جنيه. وجبت نص ليمون. الليمون بقى ب40 جنيه يا بنات. جبت بس نص ليمون عشان انا عندي شويه هنا، فجبت نص ليمون بس كفايه يعني، قلت لما يخلص اجيب غيره. جبت نص ليمون ب20 جنيه. ايه تاني جبت؟ ايه وريتكم كل الخضار. نروح لقسم العلافه. بصوا بقى يا بنات، كل ما اروح حتى لو عندي زيت انا بجيب من الزيت ده حلو جدا جدا. الازازه ب70 جنيه، تمام. الازازه كيلو ريتلي كامل يعني. اوريكم جبت ايه تاني. جبت توابل عشان بصوا التوابل. جبت كزبره وجبت توم باودر وبصل باودر، وجبت بابريكا وجبت كمون، وجبت ايه تاني. جبت فلفل اسود انا عندي بس حبيت ازود يعني عشان ما تبقاش الحاجه ناقصه عندي، بس ما كانش عندي بابريكا خلصانه والثوم باودر والبصل باودر خلصان. جبت لهم كمان نص ذره فشار. وجبت شعريه، جبت كيلو شعريه عشان بحتاجها دايما يعني، فقلت ايه اجيب كيلو. وجبت ازازه دبس رمان. لو الفراخ بتاعت اللي انا عملتها بتاعت امبارح ما كان المفروض ادهنها من فوق دبس رمان قبل ما اولع عليها الشوايه، بس ما كانش عندي بقى دبس رمان، فجبت بقى الازازه دي ب45 جنيه. جبتها من عند العطار هناك. وجبت عدس بجبه عشان اللي عندي خلص، فانا بحب برضو يبقى موجود عشان لو عملت كشري او حاجه يعني الولاد يبقوا موجودين. وجبت رز مصري عادي بتاعنا ده. جبت 2 كيلو. وجبت رز بسمتي عشان انا بحب الرز البسمتي يبقى موجود عندي في البيت ما ينقص يعني. انا لو عندي مثلا كيلو اكمل عليه كيلو 2 كيلو يبقى موجودين برضو عندي، بحيث ان ما يبقاش يعني ايه ناقص عندي وكده، تمام. دي القسم العلافه اللي انا جبته يعني من عند العطار. بصوا بقى جبت ايه كمان. جبت مناديل عشان المناديل عندي يعني خلصت، فجبت الباكيت ده حلو يعني بجيبه 35 جنيه. وجبت عشان ما عنديش مسحوق عادي تمام. بجيب الباهي، انا بحب الباهي جدا يا بنات. الرغوه بتاعته حلوه، ريحته حلوه، بينضف حلو قوي يعني. انا من ساعه ما طلع بصراحه وانا بستخدمه للسجاد وبستخدمه الحاجات يعني كل حاجه للمسحوق العادي. اولا هنا بقى انا جبت ايه كيلو صابون عادي، مواعين سايب يعني. انا ما بستعملش اصلا المواعين الصابون السايب ده خالص. بحس ان ملوش اي 30 لازمه، بس قلت بقى مش مشكله. جبت كيلو كده بس عبال ما انا يعني جوزي هيجيب لي من الجيركن اللي انا كنت موريه لكم قبل كده اللي هو الفل ده. بصراحه دوت وفير وحلو جدا جدا للمواعين، والرغوه والريحه بتاعته رهيبه جدا جدا يا بنات. فالمهم بقى انا جبت بس استخدم ده دلوقتي مؤقتا يعني. فدلوقتي بقى انا هعمل ايه بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. هرص كل حاجه انا جبتها، وهرتب بقى الخضار في التلاجة، وهرتب كل حاجه في مكانها، واظبط بقى المطبخ. وهعمل لهم النهارده مسقعه وسلطه، وانا عندي رز بسمتي من امبارح هسلق معاه بيض وطبق سلطه وبس كده. دوت غدانا النهارده. فيا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله باذن الله. ولو في اي كومنت اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، واكتبوا لي انتوا بتستعملوا مسحوق الباهي زيي ولا بتستعملوا انهي مسحوق، اكتبوا لي في الكومنتات يا بنات. واللي بيروح سوق الخير وبيروح يجيب حاجته من هناك اللي اكتبوا لي في الكومنت هل بيعجبكم زي السوق هناك ولا لا، ولا بتحبوا تجيبوا تشتروا حاجتكم منين، واكتبوا لي في الكومنتات هستناكم.
عايزه اقول لكم ان نسيوا البيض في العربيه، في شنطه العربيه. قلت له لا انزل هاتها دلوقتي عشان العربيه سخنه ما يبقاش البيض نص سوا. فقال لي تمام يا ماما. نزل جاب. انا دلوقتي بقى برتب بالحاجات كلها، وكمان هرص البيض في العلبه بتاعه البيض، والباقي بحطه في الباب بتاع التلاجة. وهحضر معاكم الطبق بتاعي الغدا النهارده. حبايبي بصوا، ده الغدا بتاعي. خدت بتاع حوالي 4-5 معالق رز، وقطعت سلطه كده، وسلقت جنبهم بيض. يعني اي حاجه بروتين، يعني عندك فراخ ماشي، بيض ماشي، شرايح صدور اللي هو البانيه ده ماشي، اي حاجه بروتين جنب الرز والخضار كده. وكده وصلت لاخر الفيديو. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. وده غدانا، اللهم دمها نعمه يا رب، واحفظها من الزوال يا رب العالمين. بالنسبه للولاد النهارده طلبوا مسقعه، عملت لهم بقى مسقعه وسلطه وكلام، يعني الاكل الشعبي ده. بس لسه انا بحضر، بس انا جعت فانا قلت هاكل. انا في الدايت يعني مش بستنى ادم الاكل مختلف يعني، مش بحب اتاخر كتير يعني. المهم ان ده الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد والعبور الجديدة. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.